صباح الخير. كل سنة وانتم طيبين وربنا يعيد علينا عليكم الأيام بخير. النهاردة أول يوم رمضان، ويا رب كده يكرمنا ربنا ويوفقنا إن شاء الله ويتقبل منا صالح الأعمال. النهاردة هنعمل أكل رمضاني كده عادي تقليدي جدا، يوم كامل في رمضان. يعني هيمشي ازاي اليوم في المطبخ؟ أول حاجة هنحط الفاصوليا اهي تتسلق بعد ما شطفناها من مية النقع، وعندنا هنا اللحمة هحطها تتشوح. بعد كده ايه، اعلقها شوربة واحط لها التوابل بتاعتها خطوة خطوة كده، وهنشوف هنمشي ازاي كده في المطبخ. معلقة سمنة كده عشان ايه تسخن، وانزل فيها اللحمة. على بال السمنة ما تسخن اكون جهزت اللحمة بتاعتي، اجهز البصلة بتاعتي، الفلفل بتاعي، ما تبقيش كده قاعدة ايه سايحة والوقت يمر منك. ده اول يوم في رمضان. الاكل هاخده بعد ما اطبخه وهنزل بيه تحت عند ابو جوزي، بس طبعا ما قدرتش اصور الجزئية دي، اصور لكم لحد الاكل كده ما طلعته بره وابتدى عيالي ايه ينزلوه تحت. انا اللحمه كده بغلفها بالسمنه عشان ايه ما تبقاش فيه حته فيها مش متغلفه، المسام بتاعتها تبقى مقفله خالص، فاللحمه بتاعتك ما تبقاش ناشفه، تبقى طريه. انا بحط ميه مغليه في الكتل، الكبه بتاعتي والبصل. بعمل البصل اما مبشوره العاديه خالص عشان هي اعمل صلصه للطواجن كلها بتاعتنا. هعمل طاجن فاصوليا وطاجن بطاطس، وهعمل طاجن فريك باللحمه، وهعمل حلو المدلعه. يعني المنيو كده مليان معانا، فايه عايزين نمشي كده خطوه خطوه واحده واحده مع بعض. طبعا انا سرعت الفيديو، بس الفيديو طويل ومرضيش انزله على فيديوهين، هيبقى الموضوع كده مش لطيف. هو يوم كامل كده في المطبخ، الواحده بتدخل وبتخلص والفطار بيبقى جاهز. جبت كمية بصل تانية، وعينك برضو كده على اللحمة بتاعتك، شوفي تبقى ازاي محمرة، عشان بعد كده لما تتسلق وتدخل في الطواجن متبقاش عايزة ايه تحمير تاني. البصل دول قرنين فلفل حامي، هاخد واحد بس واحطه مع البصل. هنا ادي اللحمة لما اتغلفت نزلت عليها بالمية المغلية سخنة، عشان ايه ما تغلى على طول وتدخل في سوا، واضمن كده ان كل مسامها كده مقفولة. هتحط لها بصلاية، واحنا نحط لها ورق راولة وطماطمية، وهحط مستكة وهحط حبهان، حاجات الشوربة الجميلة دي اللي بتخلي طعم الشوربة بتاعك وطعم الاكل كله بيبقى حلو. هنا الفاصوليا خلاص بتدخل في السوا كده، الاكل شغال معايا 10/10. البصل بتاعنا في الكبة، قلت لك خدت بقى قرن واحد فلفل حامي، عشان لسه هحط ملح بفلفل اسود، وهحط ملح بشطة يعني لسه، فما مش عايزة الاكل يكون سبايسي جامد. طبعا انا فرمت البصلة والاكل شغال، هحط الشربات بتاعت المدلعة.
انا كده عايزه اشربط لي الكنافه وعايزه اشربط لي البسبوسه، فعايزه كميه حلوه من الشربات لان انا حامل صاج كبير. فحطيت كيلو سكر ويا دوبك غطيته كده بالميه، يعني غطيته بالميه قد عقله صباع، وحطيته على النار يغلي مع نفسه. ودي جبت كميه الطماطم بتاعتي، جبتها وحطيتها في الحوض عشان تتغسل. ودي الحله هعمل فيها التسبيكه لكل الطواجن. كده الدنيا شغاله معاكي تمام، الحلو شغاله فيه، الاكل شغاله فيه، الدنيا تمام. على بالي السمنه كده ما تقدح نكون فرمنا الطماطم وغسلناها. طبعا انا بطمن ان السمنه بتاعتي كده بتسخن عشان اعرف احط البصله بتاعتي واحط الحاجه بتاعتي، يبقى ما تنزلش ميه معايا في الحله، على طول تدخل في سوا. دي شويه بصل كانوا زايدين في الكبه، حطيت لهم شويه ميه صغيرين وحطيتهم على الشوربه، بيدي طعم للشوربه طبعا البصل مبشور، فمش برمي حاجه انا لانها دي نعمه. كده تمام، انا شايفه كده المطبخ كده تمام، البصله شغاله، التسبيكه للطواجن كلها، الشوربه تمام، الشربات تمام، كله شغال، وايدي كده في كل حاجه وعيني في كل حاجه. كده انتي الدنيا بتاعتك ماشيه تمام. اهو ده الطماطم اللي فرمتها، يعني شوف البصله محمرتش، هي اتشوحت بس، اتشوحت بس واسيبها تتسبك. ودي البهارات، هتحط معلقتين 7 بهارات، مكعبين مرق، ملح بكزبرة كمون وملح فلفل اسود، واسيب كل ده يركز مع بعضه. وانا دلوقتي هبتدي اجهز المدلعة عشان ابتدي اشتغل فيها. دي انا كده نزلت الفاصوليا وحطيت قالب الزبدة بتاعت السمنة البلدي تسيح، عشان انا عايزة ريحة سمنة بلدي في المدلعة، يعني هاخد كمية سمنة بلدي مش كتيرة. فانا دلوقتي بسيح زبدة عشان اخد شوية منها احطها في المدلعة والباقي اشيله عادي عندي في التلاجة لما احتاج. ده كيس ونص دي بسبوسة ومعلقتين عسل جلوكوز، كيس ونص ده هيعمل لي صاج كبير، طبقة رفيعة بسبوسة لان دي المدلعة. فعندنا لسه طبقة بسبوسة، طبقة كريمة، طبقة كنافة، والطبقة الاخرانية اللي هي التغطية، فهتحتاج. وهنا معلقتين كبار، يعني قول كوباية سمنة، كوباية صغيرة مش كبيرة سمنة، وافضل ابس كده في دقيق البسبوسة لحد ما يبقى معايا زي الرملة المبلولة، السمنة وعسل الجلوكوز ودقيق البسبوسة مفهوش اي سوائل. دهنت الصاج بتاعي كده بمعلقة سمن، السمنة اللي شغالة بيها انا سمنة روابي عادي. وهنا هحط لبن عيار كده، كوباية لبن، كوباية كبيرة، عشان ألم العجين بتاعي. وابتدي افرد
طبقة رفيعة خالص، انا عايزاها بسبوسة مش طبقة كبيرة، عشان انا عايزة الصاج بتاعي يجيله عليه طبقة كريمة وطبقة كنافة وطبقة التغطية، يبقى الصاج كده متقفل. حطيته كده انا في الفرن الصاج البسبوسة، وطبعا الصلصة اتسبكت زي احنا ما شفنا، بس انا مسرعة الفيديو لان تفاصيل كتير. فالصلصة كده اتسبكت، السمنة طلعت على الوش وبقت حمرا وتمام. وبنشف الصاج التاني عشان اعمل ايه؟ طبقة كنافة نفس المقاس. وده نص كيلو كنافة عندي في الفريزر، بفرك وبقطعه. انا جوزي بيجيب لي كنافة كمية، فبحط كده كل نص كيلو محطوط في الفريزر. يعني يجيب لي 3 كيلو، يجيب لي 2 كيلو، يجيب لي 4 كيلو، كل نص كيلو في الفريزر عشان اطلع العاملة بعملتها، ما يبقاش كده معكوك معايا في التلاجة من تحت. نص كيلو كنافة، وعندنا كوباية صغيرة سكر بودرة، وابسهم في بعض لحد الكنافة ما تتغلف بسكر البودرة. هنا بقى هتجيني كوباية سمن احطها عليها سايحة، سمنة بلدي من اللي انا مسيحاها بتاعت الزبدة، كوباية واحدة مش كتير. وافرد طبقة الكنافة في السقف، يبقى عندي كده الصاج كده كله طبقة كده متساوية، مش حتة عالية وحتة واطية. ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب كده، ويرزقكم كده ويوسع عليكم. جبت كيس تلاجة كده وقعدت اضغط جامد عشان تتبصم، معلقة سمنة كده وزعتها على الوش عشان وشها كده يتكرمل. اول ما تطلع البسبوسة ادخل صينية الكنافة، صاج الكنافة. كده تمام. مستنية صاج البسبوسة يطلع عشان اسقيه بالشربات. اهو طلع كده، الحمر بتاعه جميل جدا، والتسوية بتاعت الحروف كده تمام. على طول ايه بالشربات اللي انا مجهزها وسقيتها عشان البسبوسة تنشفش معايا. صاج الكنافة نزلته في الفرن. إيه، انا الشربات بتاع الكنافة انا عايزاه يتقل عن كده، فجبته من العين الصغيرة للعين الكبيرة. وبرضه بشوف الشوربة بتاعتي وبشوف السمن. وده الفريك اللي انا ايه بقى هعمله طواجن. ودي بنتي جنبي بتلعب، ماشي ما علينا. احنا عارفين طبعا شغل رمضان العيال بتسقط مع ايه امهاتها، مش بتسيبك خالص. كده صاج الكنافة ما بياخدش وقت. صاج الكنافة ده يعني ديسك كنافة، انا حامل ديسك كنافة اللي هو مش صينية، ده طبقة رفيعة جدا من الكنافة. وسقيتها شربات، بعد الشربات مركز بقى كده تقيل شوية. انا اسفة اني بسرع، لاني انا لو مسرعتش الفيديو هيبقى طويل جامد، هيبقى ساعة ونص، لان فيه تفاصيل كتيرة. جميل جدا. انا هنا بعمل حاجة على الحوض بس نسيتها، مش عارفة ايه هي. بغسل الطواجن. كده انا صفيت الفاصوليا، وبحط التسبيكة بتاعتي اللي انا متبلاها اساسا، وبحط من شوربة اللحمة اللي انا برضو متبلاها، واحطه في كده نص معلقة توم، معلقة توم كاملة. توم مفروم انا مخزناه، لما يجي الموسم التاني للتوم هوريكم ازاي انا بخزنه. ده ليه سنة كده تقريبا، ليه سنة عندي التوم ده، لونه فاتح كأن دلوقتي اللي انا فرماه، يعني طريقة تخزين حلوة. طبعا الطاجن لقيته صغير، نزلته في طاجن اكبر منه، وضفت صلصة كده زي ما انا عايزة بقى.
خلاص الصلصة تحت ايدي، الشوربة تحت ايدي، اعمل طاجن زي ما انا عايزة. ظبطت كده طاجن الفاصوليا، وهنا البطاطس نفس القصة، ومعلقة توم مفروم وصلصة وشوربة. المهم تكوني متبلة الشوربة صح، ومتبلة الصلصة بتاعتك صح، واشتغلي براحتك. مفيش حاجة هتاخد معاكي يا وقت، وهتنجزي، واليوم بتاعك هيكون احسن، والكل هينبهر باكلك ويقولك اكل خطير، لانك انت ظابطة الشوربة وظابطة اللحمة وظابطة الاداء بمعنى اصح. هنا دلوقتي صفينا الفريك، اتنقع واتغسل، وقبليه كان اتنقع، يعني الدنيا تمام. صفيت الفريك وركنته على جنب. ودلوقتي عايزة اقفل المدلع. انا زقيت ديسك البسبوسة وديسك الكنافة. دلوقتي هعمل الصوص اللي على الوش، عشان بعد كده اعمل طبقة الكريمة واقفلها. دي كوباية مية، بس انا خدت كوباية تانية، وهفض عليها ظرف جيلي فراولة او اي نوع جيلي انت عايزاه، ونص كوباية سكر، وتقريبا نص ظرف كورن فلاور او النشا بتاعتنا. انا مستخدمة منتجات دريم، يعني حتى النشا دريم، بس عادي اي نشا تنفع. بنفضل نقلب لحد اللون بتاع الفراولة كده يظهر ويغمق، يكتم معايا كده، النشا تبقى استوت، ويبقى كده شفاف معاكي، ويبقى السمك مش تقيل قوي. كل ما بقلب كل ما اللون بيكتم ويغمق ويدخل في السوا. طبعا انت واقفه زي كده في المطبخ تقولي لا اله الا الله، وتستغفري ربنا، وتدعي لولادك. انت صايمه، فما تقوليش لا انا بعمل اكل انا مش بعبد ربنا. لا، اذكري وانت في المطبخ، واذكري وسمي الله، كل ده بتاخدي عليه ثواب. حتى وقفتك في المطبخ وانت صايمه بتعملي اكل لاولادك، اعملي بنيه افطار صايم. افطار صايم، افطار صايم، لان انت واقفه وانت صايمه وبتقدمي اكل، وتقدمي احسن ما عندك لولادك الصايمين. فانت كده كأنك بتفطري الناس صايمة، وهتاخدي الثواب، وربنا كده يجازيكي خير عن ولادك وبيتك وأسرتك. كده تقريبا هو استوى. طبعا انا الكمية بتاعته دي مش هتعجبني، وهتلاقي اللون الاحمر كاتم، فضفت معلقة نشا تانية، وضفت كوباية مية تانية، يعني انا ضعفت هنا الكمية. مش عارفة هتتصور ولا لأ. اه القوام ميبقاش تقيل قوي، لان انت بتحطيه فوق المدلعة بارد، فانت عايزاه يتقل مش جامد، يبقى يدوبك لزج كده عشان يفرد معاكي فوق السطح المدلعة. وهنا هنحط الكريم شانتيه. طبعا انا جايبة ربع كيلو كريم شانتيه بودرة، لان الصاج كبير. وطبعا جبت ظرفين دريم كريم شانتيه. طب ليه؟ لان ساعة البودرة الكريم الشانتيه السايب بيقطع، بيبقى مش حلو. انا عايزاه جامد كده وماسك، فانا جبت ظرفين كريم شانتيه عشان يمسك لي الدنيا، ابقى ضامنه اللي مش هيسيب معايا. ربع كيلو كريم شانتيه، وعندنا ظرفين كريم شانتيه. طيب وهنعمل ايه؟ وتقريبا هياخدوا دول كوبايه ونص لبن. ادي كوبايه، واحط نص كوبايه تاني، كوبايه ونص لبن من الكوبايه اللي هي 250 مللي. وهضربهم لحد كده ما يبقى السمك بتاعهم مش خفيف زي ما بنزين بيه التورته، لا اتقل اتقل. انا عايزاه تقيل، عشان الطبقه دي اللي هتمسك لي طبقه الكنافه وطبقه البسبوسه مع بعض، فلازم يبقى تقيل.
الخفق. طبعا انا لو عندي العجان كانت الكمية الكريم الشانتيه دي زادت معايا، ملت البولة بتاعتي، لكن بالمضرب برضو شغالين الدنيا تمام لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. اهو هو ده القوام ده، هو ده. شوف عامل لي كده زي منقار وجامد، صلب شويه. كده انا ركنت البوله بتاعتي وجبت البسبوسه، لقيتها ناشفه شويه، لا عايزه تاني، فزقتها لبن، لان انا مديها شربات، فزقتها كوبايه لبن. انا عايزاها تطرى بس، يعني هي واخده الحلى بتاعها، بس لقيتها ناشفه شويه، لا انا عايزاها طريه عن كده، فحطيت لها كوبايه حليب. دي فراوله انا مفرزناها، وهجيب برنيكه تانية عشان افرزن. هوريكم اي حاجه انا بفرزنها داخل الفريزر بتاعي. وهبتدي افرد. طبعا في جزئيه ما اتشربتش باللبن، فشويه لبن قاعدين لانها كده استكفت، مش مشكله عادي، انا هفرد عليها. كل ما يدخل يهدى وهياخد من بعضه، مفيش اي مشاكل. ما تقوليش ده باظت، ده خربت مني، لا انا معرفتش اعمل، لا كله ايه، هياخد من بعضه وهتهدى كده وهتمسك ولا كأن في اي حاجه. اشوفي في لبن اهو ما تشربش، ليه؟ لان طلع زياده. صفيته وبشتغل عادي ولا كان بفرد لحد الكريمه ما تقفل كل جوانب الصاج. كده انا حطيت طبقه الكريمه تمام. هنزل بقى بالديسك بتاع الكنافه اهو، واضغط كده بايدي، اريحهم عشان يشبكوا في طبقه الكريم شانتيه، وتبقى الدنيا تمام. طبعا في حتت ناشفه ما اتشربتش، فزائدها برضو حليب على الوش، بحيث ايه تبقى الدنيا ايه طريه كده، والكنافه والبسبوسه يبقوا واخدين الشربات بتاعهم، محدش يقولك لا ده انت جايباها مسخه او جايباها ناشفه، ويتريقوا عليكي، بالذات لو بيت عيله وكله بيعمل وسلايفك شاطرين مش خايبين، فهتشوفي ايام حلوه. ما علينا. انا هنا بقطع الفراوله اللي هحطها على الوش، وهبجهز البودنج بتاعها، الوش بتاعها. جميل جدا. انا بذكر ربنا وانا واقفه في المطبخ، وانا بعمل اي حاجه في ايدي، عشان خاطر ايه ربنا يكرمني كده وتطلع حاجه كويسه وتطلع حاجه حلوه تستاهل الناس كده اللي هتاكلها، وفي نفس الوقت ايه البركه تحط، البركه تحط معاكي. طبعا انا اسفه على الاطاله، بس انا بطلع حاجه من الفريزر عشان اغسلها واقطعها الفراوله. وطبعا بجهز الوش بتاعها، يعني انا مربوكه اكتر منك، لان ده بيت عيله، ولو نزلت اي حاجه بايظه التريقه هتاخديها 3 سنين قدام.
يعني يا ريت يوم يتريقوا عليك ويسكتوا، لا ده 3 سنين يفضلوا قايلين لك على نفس الحاجة لما تكرهي انك تعملي اساسا. ما علينا. جبت القطعة بتاعتي وهنزل بالفراولة واقطع. تمام. هتقطع شرايح كده لحد ما تتوزع كلها على سطح الكنافة، وبعد كده تحط الايه، توزعيها على المدلعة. اهم حاجة تنظمي وقتك وتنظمي يومك وتنظمي الدنيا بتاعتك عشان تنجزي ما بين الحلويات والاكل والعصير وكل حاجة. لو ما يدك مش سريعة الوقت بتاع اللي نهار رمضان هيضيع منك من غير ما تعملي اي حاجة. تستغلي وقتك برضو وانت شغالة انك تعملي الفطار رمضان بنية انك بتفطري صايم، حتى لو كان الصايم ده اهل بيتك ربنا هيأجرك ان شاء الله بالثواب، وفي نفس الوقت بتشكري الله، وفي نفس الوقت بتعملي فطار واكل لعيلتك. كده احنا وزعنا شرايح الفراولة على سطح الكنافة. بعد كده هننزل بالصوص الفراولة اللي احنا عملناه اللي هو جيلي الفراولة اهو، سهل وبسيط خالص. يعني هو بنغطي الوش بتاعه. في ناس تحط على الوش بتاع المدلعة كريم شانتي، انا بستكفي ان هي جواها كمية كافية، فمش هاكل كريمة من فوق كريمة من تحت، لا انا احب الفوق بيبقى وش وحده، ممكن صوص مانجا وشرايح مانجا، صوص اناناس وشرايح اناناس، صوص فراولة وشرايح فراولة، الفوق وحده وتحت تبقى الكريم شانتي، هيبقى طعمها في حتة تانية خالص بجد. كل اللي هياكلها هيحس ان انت جايبها من بره. وانا بقول لكم بالذات في بيوت العيله يا جماعه، لو اهل جوزك صعبين او لحماتك جاياك اعملي الوصفه دي بجد، هتفرق معاهم، بالذات لو انت حابه تعملي طواجن. انا اخترت ان انا اعمل طواجن النهارده عشان انا عارفه نازله في بيت عيله، فاكل الطواجن مش هيبرد معايا بسهوله، هيبقى حلو مسبك، الناس كلها بتحب الطواجن هياكلوا، فاكلك هيبقى حلو غير لما تعملي طبيخ عادي في الحله. شوف الوش اختلف، يعني على فكرة التصوير ظالم الموضوع، يعني هي اجمل من كده على الحقيقة. طبعا انا مش هستكفي اني كده وخلاص، انت ممكن تستكفي بكده وخلاص وشرايح وتمام، لا انا هعمل خطوط كده فيها عشان خطوط كريمة وخطوط شوكولاتة تديها شكل جمالي اكتر. وتبقى حلوة. انتي فيني براحتك، يعني ممكن ان انتي تحطي الخطوط اللي زي انا محطاها، او ممكن انتي تحطي ايه وردات كريم شانتيه بالقمع بتاعك، او ممكن تكتفي بصوص الفراولة وشرايح الفراولة، فانتي زي ما تحبي، يعني ده مطبخك وانتي زي ما تحبي تعملي اعملي. بس فالشكل النهائي ده يرجع لك انتي على حسب ما تحبي تقدمي الحاجة. فانا عشان يعني وقت رمضان وكده فقلت اعمل خطوط شوكولاتة على خطوط كريم شانتيه، هيديها شكل جمالي وتمام. لا حابة انتي تحطي زيادة فاكهة كده، ده ذوقك انتي يرجعلك في النهاية. انا كده بجهز صوص الشوكولاتة وكريم الشانتيه. هنا الكيس عمل معايا خطوط عريضة، فهغير الفتحة عشان اعمل خطوط رفيعة، يعني عادي ما تحسيش ان الدنيا باظت ولا خربت ولا اي حاجة، لا كله هيتعمل في الشكل وهيبقى حلو. ما تحسيش ان خلاص لا الوصفة باظت او خلاص لا مش الشكل بتاعها مش حلو، لا هنداوي الموضوع. اشوف دي كده انا عملت خطوط رفيعة، والاول الكيس نزل معايا خطوط عريضة، بعد كده انا اجهز صوص الشوكولاتة واعمل خطوط شوكولاتة فيها تاني. طب دلوقتي افرضنا انا ما عنديش شوكولاتة متوفرة وحابة اعمل صوص شوكولاتة، اعمله ازاي؟ بخطوة بسيطة سهلة جدا، يعني مش لازم يبقى معايا شوكولاتة خام عشان اعمل صوص شوكولاتة، هو الاحلى والاحسن
ان انا اعمل صوص شوكولاته بشوكولاته خام. بس لو مش متوافر معايا والوصفه اساسي مش معتمد فيها الشوكولاته، بس انا عايزه احطها كده كمنظر جمالي، هقولك اعملي ايه. دلوقتي هنعمل مقادير صوص الشوكولاته اللي هحطه على المدلعه. هنجيب طوه صغيره خالص، ومعلقه نشا، معلقه كاكاو خام مر، ومعلقتين سكر، معلقه نشا، كوبايه ميه، كوبايه صغيره ميه، ومعلقه كاكاو خام، ومعلقتين سكر، وهتقلبيهم، وهتنزلي في الاخر بمعلقه زبده، معلقه صغيره زبده. اول ما يبتدي يتقل معاكي كده كده خلاص هو دخل في السوا. لو تقل بزياده ممكن تحطي شويه ميه، يعني كله في ايدينا مفيش حاجه. خلصناه هنحطه في كيس. بعد ما نظبطه هتحطيه في كيس تلاجة عادي، وتعملي الخطوط عاد ما ندلعها. يعني لو ما عايزه تستغنى عن الخطوه دي استغنى عنيها، لو مش حابه صوص شوكولاته خلاص مش مشكله، لكن هتديها منظر جمالي اكتر. يعني حابه تنزلي الحاجه اللي ياكلها يحس انها متكلفه، فيها كريم شانتيه، فيها فراوله، فيها شوكولاته، فيها شغل. لكن لو حابه تستغني عادي، ده على راحتك انتي. يعني ممكن انتي تستغني عن خطوه الشوكولاته دي وخطوه الخطوط بتاعه الكريم شانتيه، وتحطي صوص الفراوله وشرايح الفراوله، او عايزه تعملي صوص مانجا وشرايح مانجا عادي، فده تبعك انت. طبعا انا حطيت معلقه عسل جلوكوز عشان تديها لمعه، تدي لصوص الشوكولاته لمعه، يحس ان هي شوكولاته سايحه في الميكروويف. اشوف اللمعه بتاعتها كأن انت مسيحه مكعب شوكولاته، لكن هي في الاساس كاكاو خام. طبعا ما ننساش ان انا حاطه الطواجن في الفرن شغاله، الشوربه شغاله، الاكل شغال، فما تنسيش نفسك. انت هنا بتعملي حلويات، الاكل في الفرن، الشوربه على النار، عينك في كل الاتجاهات. بس كده. ماما 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 ايوه ماما بس كده، يعني الخطوط مش مظبوطه مش مشكله. ماما 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 طبعا هي قطع الفراوله اللي ايه اللي بتزودني في الايه في الشكل. الصاج اللي انا عاملاه ده يكفي 15 ل20 فرد، يعني صاج كبير مش صغير، يكفي من 15 ل20 فرد. لو هتعملي قطعة وقطعة حلوة كمان، يعني من 15 ل20، وقطعة تكون حلوة، مش قطعة اي كلام، لا قطعة حلوة كده. دي المدلعة كده خلصنا منها، وهنحطها على جنب، ونبتدي نعمل طواجن الفريك. كده احنا خلصنا، يبقى خلصنا الحلو بتاعنا. طواجن الفريك الحلة بتاعت الشوربة هياها هنجيبها، ما فيش اي مشكلة، هنستخدمها نفسها، يعني هي مش كون مواعين على الفاضي. احنا طلعنا اللحمة وركننا الشوربة على جنب، وعملنا الصلصة بتاعتنا. حط معلقة سمنة وابتدي اشوح الفريك فيها.
ما ننساش الصلاة على النبي وذكر الله. احنا في رمضان هتعملي الاكل بنية ان افطار صايم، هتعملي وقفة في المطبخ، احتسبيه عند ربنا وهيكون لك الاجر والثواب. يعني انتي واقفة في المطبخ وايدك شغالة في كل حاجة. طبعا انا الفيديو بتاعي طويل لان ده يوم في رمضان، الحلويات بقى والشغل المطبخ والطواجن كله متداخل في بعضه. فانا بعمل حلويات وبعمل اكل، بعمل حلويات وبعمل اكل، فما حبيتش افصل حاجه ولا امنتج ولا اعمل حاجه. ما فيش غير ان انا مسرعه مده السوى، يعني المده بتاعت السوى بتاعت اللحمه، المده بتاعت السوى بتاعت الحاجه دي انا بسرعها، لان دي ما تلزمش حد. لان معروف الحاجة لما بتستوي، اللحمة لما بتستوي خلاص بنطفي عليها، الفريك لما بيستوي خلاص. فالفترات دي اللي انا بحذفها، لكن كل الخطوات وكل التوابل انا مسجلها معاكم. دلوقتي انا مش ببطل تحريك ليه في الفريك؟ عشان يتبدر معايا، يبقى مبدور ومتغلف بالسمنة، ملح بفلفل اسمر و7 بهارات. وانا الصلصة بتاعتي حاطة فيها مرق الدجاج وبرضو مزودة لها ملح. والفريك اساسا نقعاه وغسلاه ومنقياه كويس، لان بيبقى فيه رملة وفيه زلط وفيه كلام زي كده. فتخلي بالك ان الحاجة دي اللي هتاكلها الناس في وشك وباسمك. فلما تعملي حاجة اعمليها حلوة واعمليها جميلة. وانت ان شاء الله تابعي القناة كده واشتركي فيها، وهتعملي كل الخطوات الحلوة والجميلة. وتخلي بالك برضو من نظافة المطبخ وتغسلي المواعين اول باول. ده هيفرق معاكي في شغل جدا، صدقيني هيفرق معاكي في الشغل جدا. وبالليل شطب المطبخ بتاعك هيفرق معاكي. واذكري ربنا كنت واقفة، صلى على الرسول الحبيب. بجد كذا حاجة بحسها ان ما فيهاش بركة، واول كده ما ابتدي شغل فيها هتلاقي ما شاء الله البركة جابت معايا. هنا حطيت مكعب دجاج. الطاوة دي بتاعت التحمير، طبعا معروفة طاوة التحمير، بتبقى سمرة. وغير كده انا قلت خلاص مش هحمر لحمة، فشلتها. قلت اللحمة هحطها في طواجن، اللحمة احطها في طواجن الفاصوليا وطاجن البطاطس، وهحط كده قطعة لحمة في كل طاجن فريك زي ما هتشوفوا دلوقتي، بحيث اللي يحط ايده كده في طاجن البطاطس يتلقى لحمة، اللي يحط يده كده في طاجن الفاصوليا بيتلقى لحمة، اللي هيحط ايده كده في طاجن الفريك كده في قطعة لحمة في كل طاجن. انا نسيت اوريكم ان انا بعد ما اديت فورة للفاصوليا في الطواجن نزلت فيها اللحمة، حطيت هنا 3 قطع وهنا 3 قطع. كل كمية اللحمة اللي انا عاملاها يعني 1.5 كيلو 2 كيلو الا ربع، نقول 2 كيلو الا ربع لان القطع كبيرة وتقيلة. في الحدود دي انا معرفش الوزن بالظبط، عشان جوزي هو اللي بيجيبها لي ما بين 1.5 كيلو ل 2 كيلو الا ربع. على فكرة اللحمة دي مش متحمرة، اللحمة دي متشوحة في اول الفيديو في الشوربة، شوف تشويحة كأنها متحمرة. ادي الطواجن بتاعتي، هغرف في كل طاجن شوية فريك متفلفل بالسمنة البلدي اللي هي الزبدة اللي انا مسيحاها من اول الفيديو. عملتش بيها حلويات غير حاجة بسيطة حطيتها في الحلويات، وحطيت في الفريك سمنة بلدي. دلوقتي اخر حاجة اللي هو ايه، كوباية صلصة في كل طاجن، هيدي طعم للفريك ومش هيعجن. وما تخافيش،
هتحطي كده على كل طاجن كوبايه صلصه، وهتخلي كده الفريك ناعم واللحمه فيها طعم كده جوسي جميل جدا. يعني بتكون الموضوع كده ممتع وانتي بتاكلي الطاجن، مش اللحمه ناشفه او الفريك بيقرش او حاجه، لا، اللي ياكل الطاجن بتاعك بيستمتع بيه. انا في اللحظه دي ولادي ابتدوا ينزلوا العصير وينزلوا البلح وينزلوا الحاجه. الطواجن دي انا خليتها اخر حاجه، هطلعها بره ونزلوا المدلعه اساسا. فدلوقتي خلاص اللي هي زنقه المغرب ابتدوا ينزلوا الاكل. ونزلوا البلح، يعني ابتدوا ينزلوا الحاجه بتاعتي. كنت حابه اصور لكم العصير اللي عاملاه، عصير فراوله فريش. الفراوله انا مخزناها، هخزن تاني فراوله تاني وبوريكم. وهخزن برتقان واوريك ازاي البرتقان يقعد من السنه للسنه عندك في الفريزر ما يجرالهوش اي حاجه، وهتبقى الدنيا تمام معاكي. الفرزنه الفواكه الفريش احلى حاجه في رمضان، احلى من العصاير اللي بتبقى بودره دي اللي هي الزيتان. ده طبق سلطه، ودي بقيه الطواجن خلاص انا حطاها كده بره في الصاله عشان تبقى جاهزه ان ولادي يبتدوا يسحبوا ينزلوا لتحت. كل سنه وانتم طيبين وبالف هنا.